فقلت لمحمود انا نفسي افطر على البحر، فروحنا احسن مكان تقدر تفطر فيه وانت شايف البحر، هو جليم باي. كان نفسي من زمان اروح جليم باي، هو في منطقة جليم وقدام شوية بتلاقي سان ستيفانو، يعني كل الكورنيش خط واحد. اول ما بتدخل اول حاجة بتلاقي على ايدك اليمين هي كريسبي كريم والبنك، بتخش بقى بتلاقي على ايدك اليمين البحر والمنطقة الاوبن اير، وعلى ايدك الشمال المحلات بقى والمطاعم. طول ما انت ماشي كده في خط مستقيم طويل، لان هو عبارة عن باي او لسان يعني كبير في البحر. طبعا في كل المطاعم اللي احنا ما بقيناش ندخلها دلوقتي، ستاربكس وفي باباروتي، في مطاعم كتير جدا هناك، ومحلات عصير ومحلات ايس كريم. احنا بقى كنا رايحين وقت فطار، فسرشت كده عن احسن مكان بيقدم فطار في جليم باي. كل الناس اجتمعت على انه نص رغيف. انا كنت اول مره اسمع عنه بصراحه، بس قلنا اوكي تعالوا نجرب الفطار عند نص رغيف. فقعدنا طبعا في المكان المفتوح لان عايزين نقعد جنب البحر، لان دي اطلاله هايله بصراحه، عجبتني جدا جدا. الفطار عندهم بيخلص الساعة 1 ويبدأ من بعد 1 منيو بتاع الغدا. طلبنا بقى في الفطار حاجات كتير جدا، بيض اومليت وطعمية وبيض بالبسطرمة بالجبنة وفطير وفول وحاجات كتير هنتكلم عنها بالتفصيل. تقريبا طلبنا كل حاجة عندهم، بس الأكل كان شكله يفتح النفس والتقديم بتاعه لذيذ. تعالوا ندوق أول حاجة الطعمية. طبق الطعمية فيه 4 ب49 جنيه. الطعمية مقرمشة جدا وطعمها حلو قوي قوي، ونازلة سخنة وفيها سمسم ومعاها المخلل بتاعها، طعمها حلو قوي. طبعا الاسعار اللي هنقولها بقولها اسعار سياحية، لان انت في مكان سياحي وقاعد بتطل على البحر، يعني اسعار فلكية ملناش دعوة بيها. طبق الفول ب54 جنيه، الفول بالطحينة، كان طعمه روعة روعة روعة. الاطباق اللي فيها وشكله وتقديمه ونظافته بيفكرني بطبالي اللي في القاهرة، يعني نفس الكواليتي ونفس الجودة كده. دي بقى اسمها طاسة بيض بالبسطرمة بالجبنة السايحة، من احلى الطاسات اللي دقتها في حياتي، حلوة جدا جدا، الجبنة كريمية والبيض بالبسطرمة هايل. دي ب126 جنيه، ما تسألنيش ليه بس هو كده بس روعة بصراحة. ده بقى بيض اومليت بالشيدر، ده ب119 جنيه. هي مش بيضاية واحدة يا جماعة، هي حوالي 3-4 بيضات مخفوقين كده، لان حجم البيضاية كبير وعليها شريحتين من الجبنة الشيدر. بتتقدم معاها بطاطس وزي سلطة خضرا كده زي ما انتوا شايفين، طعمها برضو كان حلو جدا جدا. الفطير بقى بينزل معايا اما جبنة قديمة بالطحينة، يا اما عسل اسود بالطحينة. الفطير كان مشلتت ومليان سمنة وطعمه لذيذ جدا، والجبنة القديمة كانت جبنة نوعيتها جيدة جدا بصراحة. الكواليتي بتاعة الأكل كواليتي عالية، أكل نضيف جدا. ابني شبط في بيتزا، معرفش ليه، بيتزا الساعة 1 الظهر فجبتله بيتزا مارجريتا اللي هي بتبقى بالصلصة والجبنة بس، لكن بصراحة تحفة. العجينة بتاعتها خطيرة، الجبنة اللي مستخدمينها موتزاريلا طعمها روعة، وكمان الزعتر وطعم الصلصة بتاعتها حلوة قوي قوي. فعجبني بصراحة كل حاجة عند نص رغيف، فكان أول مرة حد يرشح لي حاجة وتطلع جميلة يعني. وده كده منظر البحر وانتوا قاعدين هناك. فبصراحة يعني لو رايحين الصبح او رايحين اخر النهار، متهيألي ان في الحالتين الموضوع هيبقى حلو قوي قوي قوي. القعدة روعة والمنظر اللي بيطل عليه منظر جميل جدا. عايزة افرجكم باقي المكان عشان برضو تعرفوا المطاعم اللي فيه. في هناك سيخ مشوي كنت عايزة اجربه بس الوقت ما اسعفنيش، طبعا مش في نفس اليوم يعني، كنت عايزه انزل يوم تاني. في بابلو، في حاجات تانية كتير، تشيليز وحاجات زي ما قلتلكم ما بقيناش ندخلها. بنمشي مع بعض لحد اخر الممشى دوت. في هناك كمان كوستا، وفي كذا مطعم في الاخر كده مشويات واكل شرقي وفرايد تشيكن على ما اعتقد، وكذا حاجه كده، كذا كشك كده، مطعم يعني داخلي، وفي قدامهم برضو كراسي تقعدوا عليها. واخر حاجه خالص بنلاقيها هناك في اخر اللسان هي مكان لالعاب الاطفال اسمه ماجيك تاون، وجنبه بالظبط مطعم اسمه تافيرنا، اعتقد ان هو مشهور برضو بس مش عارفه بيقدم ايه، قولوا لي انتوا في التعليقات لو تعرفوه. ماجيك تاون ده حاجه عامله زي ماجيك بلانت كده، او الالعاب اللي هي الفيديو جيمز والالعاب اللي هي الالكترونيه ديت، بس اسعاره غاليه جدا يعني اللعبه مثلا ب30 ب50 ب60، فممكن تشحن الكارت مثلا ب500 جنيه ولا حاجه تلاقي نفسك خلص في ثواني يعني. بس ده كده منظر الالعاب من جوه. في جواها منطقه العاب اطفال اصغر في السن شويه، مش عارفه ادخلها باكسترا فيز ولا لا.
ده شكل اللسان كده او جليم باي من بره، وده شكل البحر. روعه بصراحه يعني. الخروجه دي كده من اولها لاخرها كانت جميله جدا، انصح اي حد ان هو يروح يجرب القعده هناك. بعد كده حبينا اننا نتفسح شويه في اسكندريه، فروحنا سموحه. ده مول اسمه جرين بلازا في سموحه. المول طبعا فيه كل المطاعم اللي برضو ما بقناش نروحها زي هارديز وكنتاكي وماكدونالدز وكريسبي كريم. المول عبارة عن مكان اوبن اير ومكان داخلي، بس الداخلي مخنوق شويتين تلاتة وقديم شويتين تلاتة. وانا بقول لكم هنا ان احنا كل ما نروح في مكان نلاقي كريسبي كريم في وشنا، معرفش ليه يعني. فتح فروع كتير جدا يعني على مستوى الجمهورية كلها. المهم انه المكان في الحته اللي هي المفتوحه دي جميل قوي قوي وهاوي كده، فيه هوا كده ومرطب. لكن الدور الاولاني او لما بتخش جوه المول نفسه بتحس ان الموضوع قدم معاك شويه ومحتاجين تكييف يا جماعه. الحته اللي قدام دي اللي شكلها فضائيه وشكلها حلو قوي دي مكان السينما، يعني ده المبنى بتاع السينما. جنب السينما في سلطانه بتاع الايس كريم، وفي كمان واحد بتاع برجر اسمه بوتشر. عجبني بصراحه المول هناك، وعجبني نص رغيف. لو انتوا عجبكم قولوا رايكم في التعليقات. شكرا على الاعجاب، باي باي.